خدتوا بالكم ان احنا بقينا نزهق بسرعة؟ مش من الفيديوهات بس، لا ده من الناس ومن الشغل ومن نفسنا كمان. يا ترى ايه السبب؟ الزمن الرقمي علمنا ان كل حاجة لازم تبقى فورية، الرد السريع، النتيجة السريعة، والإحساس السريع بالسعادة. المشكلة إن مخنا اتعود على الدوبامين السريع، سكرول، لايك، نوتيفيكيشن. فبقينا بصراحة مش مستحملين أي حاجة تيجي على مهلها. علاقة محتاجة وقت نمل، شغل محتاج مجهود نزهق، حلم محتاج صبر نسيبه ونشوف غيره. هو مع الوقت ده بيأثر على صحتنا النفسية واحنا مش واخدين بالنا. قلق أكتر، تركيز أقل، وإحساس دايما إن إحنا مش مبسوطين أبدا رغم إن كل حاجة متاحة. بقينا بنقيس قيمتنا بالسرعة، سرعة الإنجاز، سرعة النجاح، وسرعة إن إحنا نكون أحسن من غيرنا. بس الحقيقة بقى إن الإنسان مش معمول له تحديث كل دقيقة. نفسيتنا محتاجة وقت تهضم وتستوعب وتستقر. علشان كده ثقافة البطء مش كسل أبدا، دي مقاومة إنك ترد على طول، مقاومة إنك تسيب الموبايل، مقاومة إنك تستمتع بحاجة بسيطة من غير ما تصورها. طب ما تيجوا نرجع البطء لعلاقاتنا، يعني مثلا نسمع أكتر من رد، نستنى مشاعرنا تتكون بدل ما نحكم عليها بسرعة. وحتى في شغلنا ركز في خطوة واحدة مش في 1000 حاجة في نفس الوقت. ونرجع البطء مع نفسنا، نزهق عادي، نحس بفراغ طبيعي. فمش كل إحساس لازم نهرب منه. يمكن إن احنا مش محتاجين حياة أسرع، بس محتاجين حياة أهدى، حياة فيها حضور مش بس استهلاك. وده اللي هنتكلم عليه في حلقة النهاردة في البودكاست لايف مع قعدة كنبة ونانسي العشري. استنوني الساعة 7:30.